توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصلاة. أنا عارفة إني اتأخرت. يا عزيزي يا غالي يا أخويا، يا معشر المسلمين بقى، يا معشر المسلمين، الكلام ده مش الفيديو بتاعي، لا، الكلام ده في صلاح حياتك وحياتك اللي جاية كلها، دنيا وآخرة. ماشي؟ لو انت عندك مشكلة نفسية من المشاكل اللي أنا هقولها دلوقتي دي، فانت محتاج الكلام ده قوي، محتاج الكلام ده قوي قوي يعني. طيب، لو عندك ضغوط ومشاكل نفسية وعقد وكلاكيع من زمان قوي مخلياك عاجز عن التعامل مع الناس، لو عندك فطرة تشوهت وكل ما كلمة تتقال عليك تأذيك نفسيا، عندك هلع، عندك جزع، في تراكم من القرف اللي حواليك اللي ضغطوا عليك المجتمع، ومطلوب منك حاجات كتير قوي ما انتش عارف تحققها لنفسك ولذاتك قدام الناس عشان تحس ان انت ليك قيمة كده وما انتش عارف. شوف، انا هخش جواكوا قوي، تمام؟ مطلوب منك حاجات كتير كأب او كابن او كأخ او كزميل في الشغل، وما انتش عارف تحقق حاجة خالص بسبب حاجات جوه نفسية. انت مطلوب منك كأم ان انت تبقي ام صالحة وفي نفس الوقت تبقي بتشتغلي وبتتنططي على الحيطان وبتبقي ام صالحة لعيالك، وما انتش عارفة اصلا عشان انت اوريدي عليكي ضغوط كتير نفسية. بتكلم مش ضغوط مثلا مادية والحياة وكده، لا، بتكلم نفسية جوه. انت مش عارفة تبقي ام اصلا كويسة لعيالك لان انت حاسة ان انت ما كنتيش كافية، ما عندكيش الحب الكافي، وما عندكيش الازازة اصلا مش مليانة عشان تدلقي منها للغير. اساسا انت في حاجات محتاجاها اصلا، تمام؟ وانت كأب كذلك برضو. يعني اقعدوا مع نفسكوا كده بقى رجعي حقيقة جوه نفسك ايه من جوه بقى، ها؟ تمام؟ واخد بالك. مطلوب ضغوط المجتمع عليك وعليكي ان انت محتاج تبقى تمثل ان انت ابن ناس، والا لحسن يقولوا علينا حاجة، لحسن يبقى شكلي مش حلو، لحسن حاجات كده، في كلاكيع كده اللي هو في عقد نقص حاجات. هكمل. السخرية، ناس كتير سخروا منك او سخروا منك وكتير وانت صغيره او وانت صغير، فبقى بقى عندك عقده اضطهاد كده، ان بقى ما كل ما حد يتريق عليك انت مش قادر تتقبل ده، لاني حاسس ان طول الوقت انت قليل. كل الكلام بقى اللي الدكاتره النفسيين وبتوع الطاقه والحاجات بتاعت عدم الاستحقاق وعدم تقدير الذات والكلام الكبير اللي انا هشرحه لك بالبسيط دلوقتي وهفهمك ده ليه اصلا. آم آم في مواقف كده بتعدي عليك وبتعدي عليكي وتقولي هو انا مش عارفه اخد فيها ليه، مش عارفه ارد فيها ليه، انا ليه مش عارفه اخد فيها موقف، انا ليه ضعيف الشخصيه اصلا. يعني ضعف الشخصيه في، مش يعني انت مش عارف لا ترد ولا عارف تاخد موقف، لا بالفعل ولا بالكلام. ومش عشان ده حلم منك، لو ده حلم وعندك قوه كده ورزانه ان انت ما ردتش عشان انت بتكبر دماغك، دي تمام. انا بتكلم بقى على ان انت ما ردتيش او ما ردتش وما عرفتيش تاخدي موقف عشان ضعف من جوه، فيه هنا فراغ من القوه، الصلابه النفسيه اللي مش موجوده. تعالي انا عاوزاكي، تعالي انا عاوزاك، تمام؟ في عدم ثقه كده، وفي مشاكل كتير في الصغر حصلت فأثرت على نفسيتك ونفسيتك، فما بقى في عدم ثقة طول الوقت. انت طول الوقت حاسس بعدم ثقة، وان اي كلمة هتقولها هتبقى غلط، واي كلمة هتقوليها الناس هتبصلك بصة انك مش فاهمة حاجة، وان تفكيرك ده مش صح، وان كلامك مش صح، وان في عدم ثقة جوه قوي. حتى لو بينت واتفزلكت واتفلحست عشان تبين انك واثق، بس انت من جوه مهزوز. تعالى برضو عايزاك، عشان في فرق كبير جدا ما بين ان انت بتتعامل بصباع رجلك الصغير كده، اللي هو انا مش محتاجه اتفزلك ومش محتاج ابين او اتصنع الثقه عشان ابان في وسط اللي حواليا واقراني بقى، من سلايفي، قرايبي، شغل، قاعده على القهوه انت واصحابك. ما بتبذلش مجهود. لو انت بتبذل مجهود عشان تبان واثق، عشان تغطي
وترمم الحاجات البايظه المنقوشه جواك دي. لو انت بتتصنعها فانا عايزاك، لو انت بتعملها بصباع رجلك انا مش عايزك ولا حاجه. لو الناس بتقول عليكي هبله، بتقول عليكي خفيفه، بتقول عليكي، لو انت بتعاني في العلاقات، بتعاني في العلاقات انك خفيفه، انك طول الوقت عندك هلع وجزع، ان يا يكلمني حالا لا مش عارف، يا يحبني دلوقتي، ما احنا لسه هنقعد سنه على ما نتعرف على بعض وبقى نحب بعض الجواز، لا لا هيحبني بكره. اي نوع من انواع الخفه وعدم الصبر بكل انواعه. تعالي عايزاكي، تعالي عايزاكي، عشان ده انا ان شاء الله بامر الله ربنا يجعل الخير على ايدينا يا رب، واستخدمني ولا يستبدلني، اللهم امين يا رب، استخدمني ولا تستبدلني يا رب. يا رب يا رب ان شاء الله هساعدك واساعدك بامر الله بحاجات مش هتتخيل ان ايه ده، هي طلع الحل هنا واحنا ما، طب ايه ده، ايه ده ايه ده ايه ده، هو طلع الحل هنا بس كده، بس كده بس. هو الشيطان قعد ياخدنا يسرح بينا بعيد، هشرح لكم بالتفصيل. تعالي تعالي تعالى، خير ان شاء الله، في امل بامر الله، ابشركم والله لهم البشرى يا رب، ابشركم ان شاء الله، مش بالهجايس، مش بالطاقه وتفعيل مش عارف ايه ونقعد نعمل مش بالهجايس، انا جايه بمنتهى الصدق والامانه اللي في قلبي، والله بكلمك بمنتهى الصدق والامانه يا بنتي. ما عايزه منك حاجه. لو على المشاهدات، بصي بقى اسمعيني في الحته دي مهمه قوي، لو على المشاهدات انا واحده صوتي حلو كنت اقدر اطلع اغني وهجيب مشاهدات كده. انا كنت بغني في الجامعه وكنت بمثل في الجامعه خلاص، وعندي الحمد لله الموهبه والقدره لده، وعندي واسطه معروفه مش في مصر، معروفه في الوطن العربي. يعني انا لو عايزه اخش الموضوع ده كده بكره هخشه وهجيب فلوس ما يعلم بها الا ربنا، بس ده مش هدفي يا بنتي خلاص. عشان نخلص من الحته دي، عشان تصدقيني انا ليه بقول لك كده، ليه بقول لك الكلمتين دول، مش فزلكه كده وكلام ونعمل لقطه، لا 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 والله، عشان لما تصدقيني وتصدقني يا حبيبي هتاخد مني، هتقول دي، لا دي قلبها عليا، مش عايزه حاجه تاني غير اني فعلا شفت السعاده. وبعدين انا مش داعيه، انا واحده منكم، انا واحده كان لما كان داعيه كان يقعد يكلمني على حاجه اقول بيع لي الهقصه بيع، ما انت عمال، انت قاعد في التكييف اصلك، انت كداعيه قاعد في التكييف ومعاك المرسيدس وقاعد عمال تقول لي الصبر والصلاه ومعلش نستحمل عشان الاخره، ما انت مش حاسس باللي انا فيه. انا كنت بقول كده، كنت بقول على الكلام ده كده، انت مش حاسس بيا، انت عمال، انت عايز عمال تصبرني عشان بكره، عشان الاخره، عشان كله عشان الاخره الاخره الاخره. طب ماشي، لجأت لايه انا بقى لما لقيت ان كله للاخره بس؟ فبقيت اصلي ايه، اصلي كده ركعتين نجري ونخلص، لان الصلاه كانت كريهه على قلبي فتره. كان في صلاه اللي انا بعملها عشان ايه، مش هي عشان الاخره بس، طيب انا اصليها ولا عايز اخشع ولا فكري ان انا اخشى، وعايز بالعكس، ده انا بقول لك هم على قلبي، انا عايز اخلص. نروح بقى، ده ان صليت، ده ان صليت هصليها كروته، وكنت بتفنن في الكروته واطلع اجري عشان نخلص، عشان اروح اشوف بقى بتوع الطاقه وقانون الجذب والحاجات الحلوه بقى اللي هتعمل لي سعاده في الدنيا. الشيطان جابنا من هنا، الشيطان جابنا من هنا، قال لك بس طلع لك ناس انت لا ما ينفعش تصلي عشان خاطر الصلاه ليها منفعه ليكي في الدنيا، لازم كل حاجه تعمليها بس عشان الثواب، عشان الاخره. عايزين سعاده برضو، احنا الانسان لم نختلف على ان احنا عايزين سعاده وعايزين سكينه وعايزين طمانينه. هنصلي عشان خاطر ماشي، فهنكروتها وهنروح ندور على حاجه نشوف فيها سعادتنا. الموضوع خلصان، اصل احنا بشر، احنا ناس، احنا انسان، هنروح ندور على حاجه نلاقي فيها سعادتنا. فلجأنا لايه يا حبيبتي؟ للي شفنا فيهم. وكان في واحد كده هو رئيسهم، انت عارف طبعا انا بتكلم على مين، هو رئيسهم. قعدت معاه 7 سنين، ضيع من عمري 7 سنين الراجل ده، باع لي الهجايص السعاده وقانون الجذب والمديتيشن والزربنتيشن، وعملنا حركات لما شبعنا. ايه الهبل ده، ايه الهبل ده؟ وانا عندي حاجه في ديني اسمها مش الصلاه، انا مش جاي اكلمك على الصلاه، انا جاي اكلمك عن اقام الصلاه. اقام الصلاه هي طلعت انها بنيان وببنيه، واول ما بنيته، ركزوا معايا ما تسرحوش مني خالص بقى
خالص بقى، عشان الفيديو ده بقولك فيه سعادتك وهناكي وسعادتك وهناك لدرجه مش هتتخيلها. يعني تقول لي سعادتك وهناك، ما احنا سمعنا الكلام ده كتير. اصل انا كنت برضو بسمع لما كنت اسمع داعيه او اسمع انت بكره احلى ان شاء الله، وان شاء الله بيبقى مسكن وقتي، ولكن القرف زي ما هو. انا القرف في حياتي فضل مستمر 20 سنه زي ما هو، ومهما بتوع الطاقه برضو انت كنت مسكن بالنسبه لي مش اكتر. والدعاء برضو اللي كنت بسمعهم، اللي هو انت عمال تبيع لي، اللي هو انت عندك ايه، عامل زي عندك مهمه وعايز تخلصها. عندك مهمه وعايز عندك مهمه الدعوه الى الله فعايز تنجزها، فبتحاول تقنعني باي شكل. انا كنت بقول عليكم كده، كنت بقول على الدعاء كده، ان انت عندك مهمه وعايز تنجزها، فما بصدقكش. ومهما تكلمني ما هتكلمني، ما انا في حياتي قرف اهو. طب ما انا بصلي وبعمل اللي انت بتقول عليه وحياتي قرف اهو. فلجأت لحاجات تانية عشان اشوف فيها السعاده، برضو ما لقيتش. اتاريني انا اللي ما كنتش بطبق صح. اقام الصلاه مش الصلاه. هتقولي لي ايه ده، انت يعني انت جايه تكلمينا على الصلاه اللي احنا عارفينها دي، اللي احنا بنصليها بقالنا سنين وما لقيناش فيها لا سعاده ولا في حاجه اتحسنت في حياتنا ولا اتغيرت ولا اي حاجه. هي دي. بس ايه بقى، انا كان زمان قبل ما اقيم الصلاه، ايام ما كانت كريهه بالنسبه لي فعلا. كانت كريهه ليه؟ ربنا مديني كرسي، تعالي نتشبه، يعني نشبه ان ده كرسي يعني، وقال لي خدي اقعدي عليه وهنا هترتاحي. انا كنت ماسكه كرسي وقلباه على ظهره، حطاه على بوزه، فالعصيان طالعه فوق، وبحاول اقعد بقى، بحاول اقعد اقع بينهم، واحيانا اقعد على العصيان نفسها فتوجع. فطبيعي اني هتبقى الصلاه يعني وقرف. وكنت بقى فعلا كنت بكره الصلاه، اللي هو بالنسبه لي انا لازم اصلي عشان خاطر ربنا. طب ماشي، طب انا ما استفدتش حاجه، حاضر هنصلي. ولا وخمس ايه، لا وخمس فروض، يعني انت لازم تجيبهم كلهم، واحد منهم لازم تقومي من النوم. ايه ده، مش عايزه. ما كده الناس لا حق انها تبطل صلاه، لانه شافها بالشكل ده انه للاخره بس. لا، هي طلع مش للاخره بس خالص. يا نهار ابيض، انتوا لما تشوفي كميه الحاجات الصلاه هتظبط ايه، انت اللي اوعدك واوعدك ان شاء الله بعد الكلام ده بامر الله انت اللي هتجري على الصلاه. تخيل انا اجري على الصلاه، ده انا بجري منها. انا كنت بجري منها، اللي هو السلام عليكم ونجري بقى نشوف حالنا ونروح ننبسط بقى. تفكيرك خالص هيتغير دلوقتي بأمر الله. تعالوا اما نكمل، عشان معلش انا هفضل اروح واجي وكلامي مش هيبقى منظم بس انتوا هتعيشوا معايا رحله كده هتطلع منها بأمر الله اني لا، الدنيا مختلفه خالص. كنت بقول لك ان انا كان مهم عندي انك تصدقني. فلو بالنسبه للمشاهدات، طبعا انا مش محتاجه يعني تبقى انت عبيط او انت عبيطه لو انت وانا ابقى كدابه لو قلت لك ان الفلوس مش فارقه معايا. الفلوس بتحسن وبتعدل بتسهل حياتنا، تمام. لكن هل هو ده رقم واحد بالنسبه لي؟ انا بقى فاتحه قنوات عشان نجيب فلوس واعمل اي حاجه واعمل اي افلام واي قصص على اليوتيوب عشان اجيبك، عشان اشد انتباهك؟ لا. والا كنت شديت انتباهك، بقول لك بتمثيل كنت شديت انتباهك. اقول لك انا مدرسه انجليزي، وعندي بفضل الله بعلم الله بكرم الله طريقه حلوه جدا جدا في الشرح، مختلفه كتير عن الناس اللي شفتها. اصل انا شفت كتير، انا بقالي 15 سنه بدرس. افتح لكم بقى قناه وايه وبعدين انت هتبقى للاطفال مشاهدات كتير جدا. الامهات يا عيني مستنيين اي حد بيعرف يشرح. مشاهدات يا لهوي. وبعدين دي الحاجه اللي انا شاطره فيها كمان. انا بقى منقيه حاجات انا مش شاطره فيها، بقعد ابحث وانا بقالي 13 يوم في اللي انا مش شاطره فيه جاي اكلمك عنه. متخيل؟ طب انا اروح اشوف حاجه شاطره فيها احسن، اجيب بيها مشاهدات اسهل بدل اللي انا بعمله ده. ليه بقول الكلام ده؟ مش تبرير ليك، مع احترامي ليك مش فارق معايا نظرتك ليا خالص، بس عشان تصدقني. بقول لك ايه؟ عشان تصدقني ان انا جايه لك فعلا، وكل همي مصلحتك. كل همي مصلحتك، انك تسمعي تسمعي ده وتطبقيه. مش الله يا سلام البتاع اللي هو الناس بتوع المشاهدات اللي هو ويقوم حاطط لك ورا خلفيه لا ده ويحسسك وروحانيات. ماشي، هو كلام حلو وكل حاجه. طب وبعدين وطبقت ايه بعد كده؟ استفدت ايه؟ ده اللي انا كنت بقوله زمان. اسمع بقى انا ايه، انت عايز مشاهدات، انت مثلا لو مش داعيه او كده، مشاهدات بس، في الخلفيه ولا ما اعرفش ايه اغنيه ايه ويا سلام وكده وخلاص.
استفدت ايه؟ انا عملت حاجه؟ ما لقيتش حاجه عملتها، ما استفدتش حاجه. ليه بقول لكم الكلام ده؟ ليه بقول لكم الكلام ده؟ وليه بقول لكم ان انا واحده منكم مش داعيه؟ عشان تتاكدي اني انا في خير كتير جدا جدا هنا مش طايقه اخده لوحدي، مش هين عليا اخده لوحدي. يا تدوقيه معايا يا لا. ما هي احنا خير امه اخرجت للناس عشان كده، عشان مش هتؤمنوا غير لما تحب الاخير كما تحب لنفسك. انا دقت حاجات حلوه جدا هنا، مش ما انسي ان انا ادوقها لوحدي، هتدوقيها معايا وهتجيبي لي اهلك معاكي. انا اهم حاجه عندي اهلك، اهم حاجه عندي اهلك. انت ما بتتفرجش على الفيديو ده لوحدك، هات لي اهلك معاك. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. اهلك معاكي. ومن الخطوات ان شاء الله اللي هساعدك واساعدك بيها ان ازاي تحافظي على اقام الصلاه، هو ان يبقى معاكي ناس. انت هتصلي في المسجد جماعه وما تقوليش مفيش وقت، وهقول لك ازاي دلوقتي. انت لوحدك هتروح، اصبروا بس، خير ان شاء الله، خير والله خير. والله العظيم ربنا رايد بيك وخير بامر الله، مش عشان طلع لك الفيديو بتاع عبله، لا، عشان انت ان شاء الله هتسمع الكلام المهم اللي انا جايبه لك على ايد ولسان الشيوخ اللي عندهم علماء. انا ما عنديش علم، انا بقالي شويه ببحث، ولو طلعت ضحكت عليك وقلت لك ان انا عندي علم ابقى كدابه في اصل وشي. طيب، وبعد ما نخلص ان شاء الله هتركنوني انا خالص وهوديكوا على الناس اللي عندها علم برضو. ربنا كريم، اللهم استخدمني ولا تستبدلني، واجعل العمل خالص لوجهك الكريم. لا عايزه منك حاجه ولا عايزه منك حاجه، ربنا العالم والشاهد. طبعا لو جه منها فلوس اهلا وسهلا، مش هقول الفلوس لا، تبقي عبيطه لو انت فكرتي كده، وابقى انا كدابه لو قلت لك عكس كده. طبعا لو جت منها مشاهدات اهلا وسهلا، لو جاي منها فلوس طبعا اهلا وسهلا قوي. احنا طبعا وتحبون المال حبا جما، ده اكيد، بس هل ده هدفي الاساسي؟ لا لا. لو ما جاش، والله لو ما جا جنيه انا هفضل مكمله في اللي انا بعمله ده، لانه خير كتير قوي ليكي وليا. وليا ليه؟ لاني واعملوا ال داوود شكرا، ان انا عايزه اشكر ربنا على النعمه اللي انا فيها عشان تستمر وافضل في السكينه والراحه اللي انا شفتها من ورا الكلام ده، تفضل موجوده ان شاء الله، وكسبانه دنيا واخره، واخده ثوابك. انا كسبانه دنيا واخره، ولا لو ما جاش منها جنيه. خلاص صدقتيني، صدقتني، ركز معايا بقى، عشان الكلام ده فيه يعني خير مش قادره اعدهولك، مش قادره اعدهولك، معجزات. يعني هتقولي ما اقول حياتي اللي فيها كذا وكذا، مهما قلت من قرف ومشاكل وعقد وكلاكيع، اطلع بالسقف لحد فوق السقف كمان. مش هاجي عليا وقت واقول لك لا والله انت طلعت قوي زياده عن اللزوم، لا لحد هنا ولا دي مش هتحلها، لا، اطلع فوق خالص، اطلع فوق خالص، لان اللي هيحلها ربنا مش انا. فاهمني؟ فهماني؟ اللي هيحلها ربنا مش انا. اقام الصلاه هيحل مشاكل هنا، انا هعدهم كلهم المشاكل دي. انت لما بتروح الميكانيكي واسمه ميكانيكي، مش هو اللي خالق العربيه، ولله المثل الاعلى طبعا، انا بدي تشبيه. هل بتقعد تبص وراه كده تشوف هو بيعمل ايه، ولا انت سايب له وتروح انت تشرب كوبايه شاي بالنعناع كده وتسيبه هو يعيش حياته؟ واسمه ميكانيكي، مش هو اللي عمل العربيه. فما بالك لو انت معاك عربيه واللي خلق العربيه ومركبها كده عارف تفاصيلها، ده انت هتبقى قاعد جنبه بتعمل كده، اللي هو وانت بقى دي عملتها ازاي، وانت دي بقى سويتها ازاي، ودي ما هتظبطها بكذا عشان كذا، والسلك اللي مش عارف طالع منين بقى معقول كده. هتستمتع كمان لانه هو اللي خلق. ولله المثل الأعلى. التظبيط وتصليح البلاوي اللي جوه اللي أنا بدور عليها دلوقتي مش لاقياها، لأن أنا واحدة، لو أنت بتشوفني جديد أنت أكيد ما شفتش الفيديو بتاع رحلتي مع الاكتئاب، لا ابقى روح شوفها بقى، ماشي. أنا عديت على 5 دكاترة، كنت باخد ما لا يقل عن 14 دواء، دكاترة نفسيين، كنت باخد 20 سنة أنا في الاكتئاب، تمام. وعديت بقولك على 5 دكاترة، ودخلت مصحة، وحاولت الانتحار 3 مرات، نفست 3 مرات، مش حاولت وبهوش واللي هو الحق، واللي هو عشان يلحقوني كنت بعمل في سكت مكتم عشان عايزه امشي فعلا، تمام. اللي بتكلمك دلوقتي دي، وحياتي الحمد لله منوره، منوره بنور ربنا، بنور ربنا. بس تخيلوا الموضوع طلع كده، بس احنا اللي ما كناش فاهمين حاجه، انا كنت في البطاطا خالص، ما كنتش فاهمه حاجه خالص. بالراحه بالراحه، خلاص. و14 دواء بقول لك، مجتمعين او متفرقين، يعني اعلى عدد وصلت له كان 7 ادويه مع بعض.
كل ده ولا هالكلام ده انا مش شايفاه ولا لاقياه ولا. المريض الاكتئاب كان ايه؟ انا ببقى شايله الاكتئاب طول ما انا ماشيه. يعني انا ببقى قاعده وسط الناس عامله جوايا، انا بكلم نفسي عامله بالاكتئاب، باكل بالاكتئاب، بشرب بالاكتئاب، بذاكر بالاكتئاب. انا بنام وانا حاطه الاكتئاب على شنطتي، بنزل انا والشنطه والاكتئاب، انا اللي بخش الفصل بالاكتئاب، انا بشرح بالاكتئاب، انا واكتئابي. عامله زي يعني اعتبرها كده ان في اتب هنا، انت ماشي انت وهو في اعاقه نفسيه عظيمه جدا، عامله برومه في حياتك وحياتك، وكانت حياتي قبل كده. لا واكتئاب عظيم يعني، اكتئاب عظيم يعني، مش من الاكتئاب سوداوي. ده اللي هو اقصى درجات الاكتئاب انا وصلت له، ان انا كنتش عايزه بس انتحر لوحدي. ده بقى انا دماغي كانت ملحوسه خالص، لدرجه، وده جزء منه عضوي بقى مش نفسي، انه عايزه اخد انا واهلي. ده انا مش بس هنتحر، ده انا امشي انا واللي معايا. ليه؟ بنقذهم، ما اعرفش من ايه، بس بنقذهم الحياه القرف ده. انا كمان شايفه اني حياتهم هم كمان قرف بقى، اللي هو يلا نروح كلنا، احنا مش هروح لوحدي. مصيبه سوخه اللي انا كنت فيها. فانت مهما توصل بدماغك فين في المشاكل، انا لسه هعد المشاكل. اقام الصلاه يحلها. ما تسالنيش ازاي، لاني انا بص لسه قايله لك ايه، الميكانيكا اللي انت بتبص وراه خالق نفسيتك وخالق روحك، وانت بتقف قصاده في الصلاه هو بيصلح. انا عايزاك تتخيل كده، معلش ولله المثل الاعلى، بس انا عايزاك تتخيل التشبيه ده عشان تبقى. انا بتكلم بالبسيط قوي قوي، انا مدرسه معلمه يعني، مش مهمتي ابسط وادي امثله عشان ابسط، مش انا عشان اعقدها. حتى لو الكلام مش هتستسيغه قوي، وفي ناس بتبقى مش بتفكر يعني بالراحه كده، تقوم استأدبي مع ربنا. لا لا، انا ببسط الكلام قوي عشان الناس تفهمه، وربنا اعلم باللي في نيتي، وربنا اعلم بانه قد ايه عظيم في قلبي، وان انا ما اقدرش اقل ادبي. انا كنت قليله الادب مع ربنا زمان، اشك فيه واقول له يا رب اللي انت بتعمله ده وحاجات كده، دي كانت قله الادب بتاعتي. انما دلوقتي انا ببسط الكلام، ولله المثل الاعلى. انا ربنا عارف زي اللي هتقف قصاده في الصلاه ان شاء الله، وهو عارف ويعلم جيدا هو بيعمل ايه، عارف جوه نفسك ايه اللي بايظ، يعلم كل شيء جوه قلبك وروحك ونفسيتك اللي باظت، والتشوهات النفسيه والفطره اللي باظت، وهيشيل كل ده ويحط بداله واحده جديده. وده اللي حصل معايا. انا عشان كده عماله اقول لك ربنا بدل حياتي بحياه حد جديد، مش بس بدل حياتي في الظروف، لا، بدل في جوه هنا، في جوه. امال هو اسمه البارئ ليه؟ ربنا اسمه البارئ ليه؟ احنا ممكن نبقى تبارك الله احسن الخالقين، معناها ان في خالقين غيره، صح؟ بس احنا بنخلق ازاي؟ فانا مثلا البتاعه دي خلاص، فهم جابوا الخيط ده والسوسته دي والمش عارف ايه دي ودي والحاجات الحلوه دي، وحطوها على بعض فخلقوا شنطه. خلاص، بس ما يقدرش يعمل كده، فتلاقي شنطه على ايده هنا كده. ده بقى البارئ، اسم الله البارئ، من يخلق من عدم. احنا هندعي ان شاء الله باسماء الله الحسنى في السجود، اني يا رب يا بارئ، انا بقى اخلق لي بقى روح جديده ونفس جديده، بدل اللي اتشوهت والعك اللي حصل في حياتي ده. ها، عايزه واحده جديده. وربنا قادر انه يعمل ده، وعمل معايا ده. انا مش واحده داعيه، مش جايه ادعو الى الله وعندي مهمه عايزه اخلصها، فيا رب نطلع بقى الثوابين اللي انا عايزاهم، ويا رب يسمعوا الكلام ونصلي عشان نروح الجنه. صح؟ لا، مش ده خالص. انا جايه اقول لك تجربه شخصيه، إقام الصلاة بدل حياتي رأسا على عقب، خلى حياتي من هنا لهنا. كل شويه اقعد اقول لكم كده على الصلاه على النبي، صح؟ اقول لك الصلاه على النبي عملت معايا معجزات، الصلاه على النبي بدلت حياتي بحياه حد تاني. هي اتاري اللي عملت الصلاه على النبي انها خرجتني من الظلمات الى الايه؟ الى النور، فودتني لكل الحاجات اللي فيها نفع ليا، مش بس اخره، طلع ان فيها نفع ليا في الدنيا كمان. اصل انا جت لحظه كده وبصيت كده قلت انا من ساعتها وانا عماله اقرب لربنا اكتر. هو ربنا وكاني يعني هو ربنا بيضحك عليا، يعني اللي هو بيحاول يجيب رجلي للحاجات اللي هو بيحبها، بس عشان ربنا بيحب الاخره اكتر، صح؟ هو انا بيضحك عليا ولا ايه؟ يعني عماله اصلي على النبي وكل حاجاتي اخره اخره اخره، صلاه عماله اركز مع الصلاه، بقيت اركز اكتر مع الصيام، بقيت اركز اكتر مع الحاجات والذكر، وعمال يجيبني في حاجات. اتاري نفسيتي عماله تتصلح. اتاري هو بيوديني للحاجات اللي هتنفعني
اخره ودنيا. فصمت فلقيت في الصيام عافيه وصحه. وروح شوفوا الفيديو بتاع الصيام الاسلامي، صحه وعافيه للدنيا كمان. رحت صليت واول حاجه فرقت معايا لما صليت على النبي كتير اني لقيت ان صلاتي ظبطت لوحدها، وما اعرفش انا بعمل كده ليه. كنت سمعت في مره من دكتور محمد خير الشاعر بيقول ان الصلاه على النبي كتير بتبقى شيخ مربي لمن لا شيخ له، او مربي لمن لا مربي له. والله العظيم صح. انا كنت فاهمه الكلمه دي قبل كده، لما قالها قلت تمام، يعني ما فهمتهاش، ما تسالتش حتى، ما فهمتهاش. فهمت بعدين انه الصلاه على النبي هتخليك لوحدك، ما تعرفش ليه بتروح للحاجات اللي فيها نفع ليك. تلاقي نفسك بتروح للصلاه مش نافع فيك ليك في الاخره بس، عشان انا كنت اسمع دايما الشيوخ يقول لك الاخره 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 الاخره. يا عم طب فين الدنيا؟ طيب انا عايز اعيش كويس برضه، مش ان انا اعيش في متع وسفر ومش عارف مين اللي بحبه عايزه اتجوزه، لا، عايزه ارتاح هنا. طيب على الاقل ارتاح. طيب وانا افضل في قرف وضنك واكتئاب وبعد كده نبقى نشوف الهنا والسعد في الاخره بس؟ طب ما ده اتس نوت فير. الله، اتاري كل حاجه. ودي بقى دي مهمه جدا، احنا لو مش هتطلعي من فيديوهاتي الا بدي فكفى. اتاري كل حاجه، ركزوا معايا بالله عليكم، كل حاجه ربنا نزلها طلع ان فيها خير ليكي وليك في الدنيا برضه. واي حد هتلاقيه بيقولك مش لازم تعمل ده عشان خاطر تنول بيه حاجه في الدنيا، اصلي ربنا يحب الاخره بس. ما تسمعلوش، لان ده كان مدخل من مداخل الشيطان اللي دخلنا منها على ايد بتوع الطاقه، اللي دخلك بقى ايه؟ مش عايز سعاده؟ طب تعالى، انا عندي السعاده عندي يا جماعه، انا عندي مفاتيح السعاده. فطلع لك اللي عمل لك قانون جذب وراح مشي ورا الغرب، ويطلع لك المديتيشن والزربنتيشن والحاجات البوذيه الغريبه، اللي انا واحده يا ربي انا كنت بعمل الغباء ده ازاي؟ يعني مش عارفه، مش متخيله ان انا كنت واحده غبيه قوي كده. الحمد لله على النور، شو اكتر من كده؟ الصلاه على النبي تطلعك من الظلمات للنور فعلا. تشوفي كل حاجه على حقيقتها، تلاقي الصح فين وتعمليه، وتلاقي الغلط فين وتبعدي عنه لوحدك كده، ما تفهمش انت بتعمل كده ازاي. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا يا رب العالمين، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم امين يا رب، اللهم امين. تمام. كنت عايزه اقول ايه تاني؟ هديك دليل تاني انه مش بس للاخره، انه ربنا لما يحب يجي يديك او عايز يجر رجلك. نفسي تفهموا الحته دي يا رب. بصوا، الاكل والشرب، انت دلوقتي احنا مخلوقين من جسد وروح. ركزوا في الحته دي، مهمه قوي قوي قوي، لاني انا بديكي مفاتيح لما بتفهمها في حاجات بتنور عندك كده، فتلاقي اللي جاي اللي هقوله لك بيبقى سهل في انك تفهمه. ركزوا معايا بالله عليكم. الجسد ليه طعام، اللي هو ايه؟ اكل وشرب. ربنا لو ما كانش خلق في الطعام لذة، كنا هناكل كده اللي هو ايه؟ لقمتين وخلاص، وممكن كان في ناس تقرف تاكل. بس ربنا عايزك تفضل تاكل، عشان تفضل عايش، لانك من غير الطعام والشراب مش هتعيش. يخلي جسمك يعطش عشان تشرب ميه، لانه ربنا عارف ويعلم جيدا ان هو خلقك من ميه، وانك من غير ميه هتموت. فيخلي جسمك مهيئ من هو يقول لك خليني اشرب، يبعت لك نداء عايز اشرب. ليه؟ عشان تحيا، عشان تفضل عايش. ليه الجنس فيه متعه؟ طبعا الحلال منه بقى ربنا بيقنن ده، تمام، عشان نفضل موجودين. لو ما كانش فيها متعه ما كناش هنعملها. تخيل كده ربنا قال لك يلا هتعملوا كذا كل يوم، مش عايز، طب يخلي لك فيها متعه عشان تفضل تعملها، تفضل مستمر فيها، عشان يفضل بني ادم يفضل كده الى يوم يبعثون بقى. تمام. طيب الروح بقى، تعالي لي هنا. طعام الروح روحانيات. طعام الروح ايه؟ روحانيات اللي هي ربنا نزل لنا بيها في الاسلام. ربنا اصطفى لنا الدين، جاب لكم احلى دين، جاب لنا احلى دين اللي هو ايه؟ الاسلام. اصطفى لكم الدين، تقريبا في سوره البقره، مش فاكره الكلمه بالظبط. طيب اني جاب لك اصطفى يعني جاب لك احلى حاجه. فراح قال لك طيب انت لو عايز فلوس وعايز لان احنا بنحب الفلوس، طيب مش هتعايز فلوس؟ طيب في صدقه، في حاجه عندي في الدين بتقول اسمها صدقه، لما تطلعها
للفقراء وكده، ده غير الزكاه كمان، هديك بدلها 700 ضعف، لحد 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، اديك لحد 700 ضعف واكتر كمان. ليه؟ بيقول لك ايه؟ بيغريك، صح؟ بيغريك، بيجيبك بحاجات للدنيا عشان انت ايه؟ تقول الله، طب ما انا اعمل ده لو امنت، صح؟ ده لو امنت، بس احنا ما بنؤمنش بده كتير. لما بتؤمن بده او احنا هنزايد على ربنا يعني؟ احنا هنزايد على ربنا فنقول لا احنا نطلع الصدقات بس عشان خاطر رضا ربنا؟ على فكره رضا ربنا والانس بالله، وان يبقى كل همك رضا ربنا، كل ده هيجي، وهيجي والله هيجي، وانا الحمد لله حاسه بيه. بس انا بجيب رجلك، بفهمك ان الدنيا برضو حلاوتها في الحاجات بتاعت ربنا، عشان تيجي، عشان تعملي حاجه ربنا، عشان ما تبطليش تعملي حاجه ربنا، لان طلع ان فيها كل السعاده. انا قلت لك لقيت السعاده هنا، فمش هبطل اعملها، فكسبت ايه وايه؟ دنيا واخره. كده كده الثواب، انت لما تطلع صدقات حتى لو كانت نيتك انك عشان تكسب، انت كده كده الثواب واخده. انت واحد امنت قوي بالله، فبتقول ايه؟ ده انا هخلي تجارتي مع ربنا، انا هخش ليه في معاملات ربويه وفوايد وانا مش ضامن بقى، وحرب من الله وليله كبيره، وانا عندي صدقات لما انا اطلع باليمين يرجع لي باضعاف شمال. طب ما انا اخليها تجاره، ودي تجارتي مع ربنا دلوقتي. انا مش بحط، لا حاطه فلوسي في بنك، ولا حاطه حاجه، ولا ذهب ولا دولار ولا اي حاجه خالص، فلوسك فين يا عبله؟ بتستثمريها مع ربنا. بطلع باليمين واقربون اهم حاجه الاول، عشان الاقي هو دي تجارتي، فيها متعه، لقيت منها متعه في الدنيا، طبعا ثوابها ايه في الاخره؟ واخده ثواب ان شاء الله بامر الله. حد يطلع كده يقول لي ان انا مش هاخد الثواب ده في الاخره؟ اديني دليل. عشان انت كان نيتك ان انت تجيلك فلوس تاني، ده يبقى جنان رسمي، لان ربنا نفسه اللي قال يعني يمحق الله الربا ويربي الصدقات، هو اللي قال احنا هنزايد عليه؟ انت كده يبقى بتزايد على ربنا، يبقى انت بتالف في الدين تاليفه ملهاش داعي يا حبيبي. انت مش هتالف ومش هتزايد على ربنا عشان تبان انك اكثر حبا لله، مش هتعمل كده، ما تعملش كده، ما تعمليش كده يا ماما. يخليلك في الصيام عافيه وصحه عشان تفضلي تعمليها. انا شوفي فيديو الصيام الاسلامي، بقول لكم من كتر انا كنت يا نهار ابيض، انا كان في فتره كنت رافضه فيها الصيام زي رمضان ده، انا وعيت البيضه. الحمد لله، الحمد لله الذي عافاني ويعني نجاني والله دنيا واخره، والله مش بس نجاني ان انا عشان هروح الجنه ان شاء الله باعمالي، انا مش رايحه باعمالي اصلا، ولا واحد فينا رايح باعماله، ده الحمد لله انه نجاني في الدنيا كمان. انا اخيرا شفت السعاده، يا لهوي، ده انا قعدت كتير قوي عشان الاقيها، يا خبر، قعدت كتير قوي، قعدت كتير قوي 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 قوي. كل مره اقول ايه، هو ما فيش خلاص، ما فيش حلول يعني؟ هنفضل كده بس، نفضل كده بس في قرف بس؟ وقرفي كان غير اي قرف، قرفي كان غير اي قرف، اعلى من اي قرف. مشاكل لا حد لها، مشاكل نفسيه لا حد لها، مشاكل في ظروفي لا حد لها، ايه كله كده. اخيرا وجدت السعاده، يا نهار ابيض. عشان كده مش هاخدها لوحدي، انسي، مش هاخدها لوحدي، مش بعد ما دقت من النار. اصلي بصي، ولا واحد فيكم لو مكاني كان هيعمل كده برضه، مستحيل. تبقى انت عطشان وفي صحراء وبتاع، وشايف الناس عطشانه، وانت لقيت نهر جاري عمال بتلعب فيه، بالله عليك هتقعد فيه لوحدك؟ مستحيل. هتجري على كل العطاشه تقول لهم يا جماعه في نهر هنا، ده انت هتسحبهم سحب كده من ايديهم من رجليهم، في ميه اهي، وبشرب وبنزل وبعم وببلط. فيحط لك في الصيام صحه وعافيه، عشان ايه؟ عشان تفضلي تعمليها. لما انا لقيت في الصيام صحه وعافيه الاسلامي الحلو بتاعنا، مش المتقطع، مش بس اثنين وخميس، انا عديت بقى مرحله اثنين وخميس وثلاثه البيض، صيام داوود يوم ويوم، وكان نفسي اصوم كل يوم، بس الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا، لا تزد على هذا، انك يوم او يوم لا، وده كان خير الصيام صيام داوود. وايه وكمان نوافل يعني، كمان وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، يبقى ربنا كمان يحبني. يعني انا منفعه دنيا واخره لا حد لها. انا بقول لك الدين ده طلع فيه كنوز، شايفه فيها سعاده مش متخيله ان كنت ممكن اشوفها. انا كنت حياتي في قرف، بقول لك ضنك، كنت مش في قرف، لا مش في قرف، مش القرف اللي هو العادي ده، قرف لا تتخيليه، ضنك وشقاء لا تتخيليه. انا عمري 37، عشت القرف ده مش ما لا يقل عن 34 سنه. تخيلي حد عاش قرف 34 سنه، اخر سنتين 3 دول، بالذات اخر سنتين
الدنيا ابتدت تنور خالص من بعد الصلاة على النبي كتير. يا خبر، حاجة تانية خالص خالص. انا احيانا بقعد اسرح كده، يا رب انت عملت الكلام ده ازاي؟ يعني في حاجات يعجز عن حلها اي طبيب نفسي واي دواء واي حاجة محتاجة كونسولت، وبرضه مش هيعرفوا يحلوها، لانها مش هم اللي خالقين الروح دي. واخرهم يلعب لي هنا بالدواء، اخرهم يلعب لي، يقعد يتكلم معايا يقول لي فضفضي. ده اخره. اعملي حاجات، خطوات امشي عليها، ماشي، ده اخره خالص. مش هيقدر يعمل حاجة جوه هنا، مش هيقدر يفك ويركب ويشيل ويحط. اصل الروح ربنا نفخ فينا من روحه، ربنا نفخ فينا من روحه، هو ادرى بيها. مش انا بقولك انت لو رحت دلوقتي عند الميكانيكي وسبته بقى هو يتصرف، فما بالك لو رحت لصانع الحاجه بقى، ده يشيل ويركب، وعارف، هو عارف تفاصيلها كمان. وباسم الله البارئ ان شاء الله، وباسم الله الجبار، ده احنا هندعي ربنا في السجود باسامي الله الحسنى. مش بقى سيبك من جو الهجايز بتاع تفعيل اسماء الله الحسنى وكلام كده ملوش لازمه ولا داعي وكلام. ما ليه جبتوه؟ ليه عقدتوها؟ ليه عقدتوها لنا؟ ليه تفعيل وكلام كبير؟ ما ندعي الله باسم الله البارئ، ندعي الله باسم الله الجبار. جبار يعني يجبر الكسر اللي اتكسر في حياتك، والشروخ اللي باظت هنا ومبوظه حياتك كلها ومبوظه حياه عيالك. يعني انت بيبقى قرف جاي من فوق ويبقى عليك وبينزل على عيالك كمان ان شاء الله. انت سبحان الله، نيتي اقول يا رب انا عايزه اوقف القرف ده، في قرف نزل عليا من فوق، انا عايزه اوقفه عشان ما انزلوش لعيالي. بالعكس، انا عايزه انزل لعيالي احلى حاجه ان شاء الله. ان شاء الله انا خايفه عليهم وبحبهم من قبل ما يجوا. انا لسه لا اتجوزت ولا خلفت، يعني من قبل ما يجوا انا ابقى عماله احمل حسابهم من دلوقتي، ونيتي اتوكل على الله واديهم احلى حاجه، وبالعكس امنع بقى ده وادي زرع كمان وورد ان شاء الله. ان شاء الله بامر الله. فكنا بنقول ان هو ربنا نفخ فينا من روحه، فهو الروح بتاعته انا قصدي يعني دي شغلته هو، قدرته هو، تدبيره هو اللي فاهم فيها، وهو اللي عارف يعلم جدا هو هيعمل ايه جوه، هيصلح ازاي ويشيل ازاي ويركب ازاي. هو ما تسالنيش ازاي عشان انا مش عارفه، دي مش بتاعتي، مش شغلتي، انا مش عارفه هو عملها ازاي. عشان كده كل شويه اقول هو عملتها ازاي، كل شويه اقعد اقول كده في كل فيديو، كل شويه اقول هتشوفي معجزات، هتشوفي حاجات مش عارفه اعملها ازاي، بتاعته مش بتاعتي. امتى؟ لما اقمت الصلاه. يعني انت بتكلمي ربنا على فكره، حتى لو ما دعيتيش في السجود ان ربنا يصلحك، هو هيصلحك. انت طالما وقفتي بين ايديه 5 مرات في اليوم، ده اقل حاجه. خليكم معايا. بقيه المشاكل الهلع، الخوف، الوسواس، البخل. لان بيبقى ان الانسان خلق هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا، واذا مسه الخير منوعا. اللي هو عامل زي بالظبط، زي القطه بتاعت الشارع بتاعت البيت، هي ضامنه ان في اكل، عمرها جت وراحت عملت كده تقوم راميه لها اكل، تقوم عامله لك كده اللي هو بتقوم بتحجز على الاكل، ولا بتشمشم كده وبمنتهى التقل قوي لاني عارفه ان في تاني، عارفه انك هتحط لها تاني، فهي مش قلقانه. قطه الشارع لما بييجوا ياكلوا، تبص تلاقيها بتاكل وحاطه ايديها على ايه؟ على اللي على الحته التانيه اللي هتاكلها بعدين. ليه الجزع ده عندها؟ مفيش ايمان ان ايه؟ ان هيجيلها تاني. النفس، الانسان خلق هلوعا كده، خلق كده هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا، واذا مسه الخير منوعا، الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. هتفضل في هلع وفي بخل وفي مشاكل وفي نقص وعقد وكلاكيع لحد ما نصلي ونقيم الصلاة ونبقى على صلاتنا دائمون. وبعدها بكم آية، والذين تاني هم على صلاتهم يحافظون. ايه الفرق؟ دائمون يعني عندك ال5 فروض ما فيش واحدة منهم بتقع. يحافظون محافظ على أركان الصلاة بقى،
الخشوع فيها والحضور وانك بتناجي ربنا وبتكلمه. انا كنت اسمع الكلام ده زمان ما بفهموش، ناجي ربنا وكلام كبير مش فاهماه انا، والقلوب العامره بالايمان والتقعر في الكلام كده اللي هو كلام اهو كلام رنان بيقولوه خلاص، وانا مش فاهمه ايه ده اصلا، يعني ايه عامره بالايمان، يعني ايه؟ ما كنتش فاهمه. اتاري اقام الصلاه معناها ان زي بنيان بتبنيه. الاكتئاب عباره عن خراب. الاكتئاب لو هنديله تعريف فهو خراب. خراب وعدم انجاز في الروح من جوه وفي عقلك وفي قلبك، ومفيش انجاز خالص على ارض الواقع. تبص تلاقي انت بتعملي ايه في حياتك، عماله بتطيني الدنيا بس. تعملي ايه؟ بتطيني الدنيا بس انت بتعمليش حاجه، انت عماله تطيني الدنيا في علاقاتك وشغلك وقرايبك وعيالك، كله خراب بس، عك بس عك بس. ده الاكتئاب، خراب. كل حاجه بتقع، كل حاجه بتتهد، مفيش انجاز في حاجه خالص، حتى السرير مش عارف ترتبه. انا قعدت عشان بس افهمك، انا في اسبوعين، لا كانوا 3 تقريبا، ممكن 3 اسابيع او اسبوعين، يا نهار ابيض ما استحمتش فيهم خالص. معلش مش مشكله شكلي دلوقتي يبقى شكله عامل ازاي، المهم اوريكي الى اي مدى الانسان لما بيبعد عن ربنا خالص. وكنت بصلي خلاص عشان بس نخلص من القصه دي، انا كنت بصلي بس ما كنتش بقيم الصلاه. قسما بالله من ساعه ما اقمت الصلاه خشعت فيها. في حاجات ما اعرفش اعملها ازاي، بدور عليها مش لاقياها، عقد نقص كانت عندي، كلاكيع، مشاكل نفسيه مش بدور عليها مش لاقياها، مش مثلا بخبيها او افتكرها فاحاول اتناساها واتناسى الالم اللي جاي من وراها. دي كانت مرحله تانية قبل كده، اني انا بحاول بقى اطلع من اللي انا فيه. فكنت وقت علماء الطاقه، بتوع الطاقه مش علماء، بتوع الطاقه، اسمكم بتوع الطاقه، ده اخري معاكم. وما بهاجمش حد، انا شخص ايجابي جدا. انا واحده هتفضل تشاور على الخير لحد ما الناس تسيب الوحش وتروح للخير. انا لو طلعت بقى في فيديوهاتي واجيب كل واحد فيهم واتريق عليه والحركات اللي بنعملها دي، مش لا هجيب مشاهدات على فكره. الناس تحب الخناقات قوي، الناس تحب الجدل. بص بقى الفيديو الجامد ده، لا 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 لا، مش ده اللي ربنا يحبه ان انا اعمله. انا عايزه اللي ربنا يحبني اعمله. ربنا تحبني اعمل ايه؟ اشاور على الخير. زي الفيديو بتاع الاحسان اللي انا قلت لك عليه لما بتعامل فيه ازاي مع الاطفال. شاور على الخير، كله بيعمل الحاجات الحلوه، ما بشاورش على الوحش. انا لو عايزه اعرض الدنيا بقى ونعمل مشاهدات وحركات قرعه ملهاش لازمه كنت عملت كده وبتجيب فلوس حلوه قوي. لا، انا هشاور على الخير فين واللي ربنا قال عليه فين، فانت تقتنعي ان شاء الله بامر الله، بامر الله بحوله وقوته، مش بشطاره مني، تقتنعي فتروحي تعملي الخير تلاقي فيه صالح ليكي فتبعدي لوحدك عن الوحش، وهتقولي للي حواليكي على الكلام ده. ما تاخديش الخير، ما تاخدش الخير لوحدك. انت مش هتصلي لوحدك، انت مش هتقيم الصلاه لوحدك، انت بعد كده هتنزل في المسجد وحضرتك هتصلي بعيالك، والكلام ده هتقوليه ببقك وتفرجي دلوقتي معاهم عليه. ولو مش هيتفرجوا معاكي عليه قولي لهم ببقك كذا 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 مهمه قوي، كذا كذا، واقنعيهم. وصلوا مع بعض، الصحبه الصالحه مهمه بشكل. ولو انت في شغل او انت في جامعه مع بعض، روحوا مع بعض وتعالوا مع بعض. الصحبه الصالحه مهمه جدا 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 جدا. ماشي؟ طيب معلش انا هفضل اروح واجي ومش هنزهق مع بعض. معلش خلينا كده ايه، ما نشوف احنا اخرتها ايه. العصبيه الشديده، اي فطره اتشوهت، اي قلق. وعلى فكره ما بقولش القلق الزايد عن اللزوم، القلق عموما، تصدقوا القلق ما بقتش قلق اصلا يا جماعه. انا واحده كانت اوحش من الناس الطبيعيه، بقيت احسن من الناس الطبيعيه. امل وبتوع الاكتئاب عارفين الحته دي. منى عينه بس بتاع الاكتئاب، منى عينه يبقى زي الطبيعي، مش عايز يبقى اكتر. الطبيعي بيبقى نفسه يشوف هناك في ناس بتعمل انجازات كبيره قوي كده وحياتها منوره قوي كده، بيبقى نفسه زيها. لا، انا بيبقى اللي بتاع الاكتئاب نفسه بس يبقى طبيعي، بس مش عايز حاجه تاني. شكرا قوي وشكرا على كده، بس ابقى بس احس ان طبيعي. ان اقلق حتى القلق الطبيعي بتاع الناس، اما انا بقلق زياده قوي، كان بهلع زياده قوي، كان اتعصب زياده قوي، كان عندي عقد نقص كتير قوي قوي قوي، كان قله ثقه في النفس كتير قوي قوي، كان القبول اللي انت بتقولي عليه ده ما كانش عندي تمنه. ما كانش حد بيطقني يا بنتي. ايه ده يعني؟ ده باقامه الصلاه؟ اه والله العظيم. مش كده عماله اقول لك معجزات معجزات
عمال اقول لك معجزات، هتشوفي معجزات، هتشوفوا معجزات. قربوا بس من ربنا وهتشوفوا معجزات، صلوا بس وهتشوفوا معجزات، صوموا بس وهتشوفوا معجزات، الذكر معجزات، كل حاجه طلع في اللي ربنا عمال يقول يا نهار ابيض ايه ده؟ ايه الخير الكتير اللي احنا بعيد عنه قوي ده؟ ايه الغباء ده؟ انا ما بقولش استغفر الله، لا انا ما بقولش استغفر الله، هو استغفر الله طبعا، بس انا دايما اقول ايه الغباء اللي انا كنت فيه ده، عشان انا اللي خسرت دنيا واخره، مش اخره بس، لان كده كده عارفه في الاخره كان ربنا يعمل ايه؟ ربنا احنا ما بنهونش عليه يا جماعه، اللي عارف ربنا صح وبيثق في ربنا عارف كويس ان احنا مش هنهون عليه، هيفضل ورانا. اقول لك على حاجه، حتى لو مت من ليله الدنيا في لسه قبر وعذاب قبر، هيقعد ينقي فيا ويصلح ويعمل لحد ما اوصل له نظيفه. خلاص وفي لسه اهوال يوم القيامه. فالموضوع بالنسبه لدي لو هو الموضوع كده بس، كده بس، طبعا مش بقول ان احنا يلا بقى إيه ما ربنا هينضفنا فنعك الدنيا، لا بالعكس يا بنتي، ما هو بقول لك طلع في صلاح ليكي دنيا واخره. صلاح ليك، صلاح دي يعني صلاح كنت اسمع برضو كلمه صلاح اقول يعني صلاح الدين كلام قلبس، كنت دايما شايفاه كلام بس كده، مش شايفاه، انا مش شايفاه، كان بينزل عليها كلام بس ما بفهموش. عشان كده انا بتكلم بالبلدي، بكلم الناس اللي شبهي زمان، ببسط لك قوي 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 عشان يخش قلبك هنا فتعملي، عشان انت اللي تنولي الخير. كنت مناه ان هو يبقى بس الطبيعي. انا بقيت احسن من الناس الطبيعيه، انا كنت بقيت اشوف الناس الطبيعيه اقول الحمد لله انا مش زي الناس الطبيعيه، انا بقيت احسن. فضل وكرم وجود من عنده، احسان، اللهم دم نعمه وحفظها من الزوال، مش شطاره مني، فضل من عنده. ليه؟ لما عملت حاجه ربنا بس بس لما عملتها صح. ما كلنا بنصلي، ما انا كنت بصلي بقول لك ما خدتش حاجه، كنت بصلي واطلع اجري. لما اقمت الصلاه حاجه تانية بقى خالص، هشرح دلوقتي. لو انت شايف الحته دي مهمه بشكل، وقلتها في فيديو الصلاه الاولاني خالص اللي ممكن تكوني انت عرفتيني منه، لما كنت بقول ان الحاجات اللي كنت بتشعلق كده وبحاول اتنطط على الاسقف والحيطان عشان انولها جات لي لوحدها. فاكره فيديو زغنطوط ده؟ اقسم لك بالله حياتي كانت كلها متعثره، ما فيش حاجه. لو انت بتعاني من ده، لو بتعاني من ان كل ما تخش في حاجه تتعثر، ما فيش حاجه فيها توفيق خالص خالص بقى خالص، ايا كان ايه هي. انت يا ماما علاقات وبتبوظ، مفيش توفيق في حاجه، مفيش توفيق في حاجه خالص، علاقات وبايظه، شغل وبايظ، تربيه عيالك مش واقعه، انت تخش مشروع يقع، تشتغل شغلانه تبوظ منك، تعمل حاجه تقع منك، ما في، كل واقع، مفيش في تعسير كده وعدم توفيق، يعني مفيش فلاح، يعني مفيش اقامه صلاه. انا كل شويه هقول في الفيديو ده اقامه الصلاه مش الصلاه، لان اي حد فيكم هيقول لي ما انا بصلي، لا ما بتقيمش الصلاه، مستحيل. شوف بقى انا واثقه من اللي بقوله ده قوي، لان انا جايبه من تحت قوي، ده انا جايه لك من قعر جهنم، انا جايه لك من قعر جهنم في الدنيا، في القرف والضيق، الارزاق والضنك والعيشه القرف والكلاكيع النفسيه، جالك من تحت خالص. لما انا عبله اللي كانت في القرف ده وتطلع تقولك انت لا مستحيل، لان انا كنت اسمع الكلام ده زمان برضو اقول عليه مستحيل، كنت بقول للدعاء بيع لي الهجايز، بيع، انت عمال عايز تبيع، عايز هتموت، انت هتموت وانا اصلي، حاضر هنصلي وما تكلمنيش تاني بقى، عشان انت مش عارف انا في ايه، عشان انت مش عارف انا في ايه، انت مش عارف انت مش حاسس بيا، انت مش حاسس بيا، انما انا عارفه كويس انتوا حاسين بيا قوي بقى، واكتر من اللي انت حاسه كمان بيه. مهما طلعي بقى اطلعي فوق خالص، مهما تطلعي هبقى انا يا بنتي اعلى، او على الاقل هجيب السقف بتاعك، او على الاقل بلاش انا، ربنا قادر يصلح اي حاجه مهما طلعتي فوق، بمشاكلك بكلاكيعك بكله، انسي خلاص. عدم توفيق، الفطره المتشوهه، ركزوا معايا قوي. معاملات الاب والام ليكي وليك الغلط اللي عملت تشوهات نفسيه عميقه جدا لدرجه لا يتخيلها عقل. احيانا انت تحسي ان انت ست بس انت حاسه انك مش ست، انت راجل بس حاسه انك مش راجل. في فطره اتشوهت لدرجه انها ممكن توصل لمرحله عاليه جدا 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 لدرجه الشذوذ الجنسي، انك تبقي انت حاسه انك بتميلي الى ست تانية، او انت حاسه انك بتميل الى راجل تاني. ده بيبقى مشكله مع اب او ام. المشاكل مشاكل نفسيه في الغالب،
تمام، يقيمها الصلاه. الفطره المتشوهه البايظه ايا كان، ما بقولك اطلع فوق خالص، على قد ما تطلع اقام الصلاه يظبطها. ليه؟ عشان احنا لسه متفقين على ايه؟ انت واقفه قصاد مين دلوقتي؟ واقفه قصاد ربنا، واقفه قصاد الطبيب النفسي اللي هو اصلا عاجز عن انه يحللك. هو بيبقى احيانا على فكره الطبيب مهما كان عنده درجه من العلم هيجي عليه وقت وهيعجز، هيبقى عنده خطوات هيعملها، عنده ادويه يعملها، لما انت تيجي تقولي له برضه لسه. يا بنتي احنا فاكره التشبيه ده لما قلت ان احنا كلنا باور بانكس. احنا كلنا باور بانكس. هات معلش النبي الباور بانك بتاعك عشان اعمل الباور بانك بتاعي، وانت الباور بانك بتاعك عشان ادي الباور بانك بتاعي، وانا معلش هشحن منك، بس كلنا باور بانكس. احنا لازم نروح فين؟ السورس بقى. انت واقفه قدام ربنا، قدام السورس بتاعك، مصدر القوه بتاعك. لاني خلق الانسان هلوعا. الهلع ده فراغ من مصدر القوه، لان احنا عباره عن احنا اجوف. الانسان انسان اجوف، عكس الصمد يعني مش هينفع نشبه ربنا، بس يعني حاجه مصمته، مش محتاج حد، بالعكس هو يطعم ولا يطعم، هو اللي بيدينا، هو اللي بيرزقنا، انما هو مش محتاج حاجه خالص. اله صمد، احنا اللي بنلجأ ليه وقت الحوائج، انما احنا محتاجين دايما اكل، محتاجين شراب، عشان والا ايه؟ ولا نموت، جسمنا يموت وروحنا تموت. ركز معايا، روحنا تموت لو ما مليناش ده بالصلاة وبإقام الصلاة اللي جواها قرآن، لأن القرآن عبارة عن وحي، والوحي احنا عايزين كلام. الروح عايزة كلام، عايزة وحي، عايزة قرآن، ده طعامها. لو ما أطعمناهاش هتموت، الروح تموت. الاكتئاب ايه غير ان انت روحك ميتة؟ انا كتبت ده في الشعر، فاكرة الشعر بتاع الاكتئاب لما قلت روح ممزقة وايه؟ روح ممزقة وقلب انهكه الدعاء. انا فاكرة الحتة دي عاملة زي الخرقة البالية كده. ليه؟ مفيش إقام صلاة، بس كده يعني ده حل لكل المشاكل دي. بس احنا بعيد قوي، بس احنا الشيطان الله يحرقه هو وذريته كلها من اول ادم لحد ما يقوم الساعة، عدوك اللدود فضل ورانا، ما هو خبرة بقى، فضل ورانا حتة حتة يشوف يجيلك مش يمين ويجيلك مش شمال ويكرهك. ده في شيطان قاعد مخصوص بس. تخيل عظم الصلاة، هي الحاجة الوحيدة اللي ليها شيطان مخصوص، اسمه خنزب ولا خنزب مش عارفه، ليها شيطان مخصوص. بس ده داخل الصلاة، ده داخل يشحن، ده داخل ياخد من مصدر القوة. لا احنا نقطعها له خالص، نبوظها له خالص بقى، نخش ويجيلك من يمينك ومن شمالك ويفكرك ببلاويك ويحاول. وبيجي لي لحد دلوقتي وكل شوية اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعيد تاني ومن الاول واجاود واجاهد. الصلاة درجات، وهقول لكم دلوقتي درجاتها ايه. ساعات بترنح انا ما بين الدرجات بقى، شويه اخشع وشويه اكافح انا وهو، شويه اطلع من الصلاه اقول يا نهار اسود انا قلت ايه فيها دي؟ مصيبه سودا دي. ماشي، فاحنا عندنا فراغ من مصدر القوه. يعني ايه ده؟ يعني الحل في الصلاه بس كده؟ انا بقول لك ده اللي حصل معايا. اعتبريني مش واحده بتدعو الى الله دلوقتي خالص، انا واحده جايه بتديكي روجيتا للسعاده، روجيتا فعلا حي على الفلاح. مش هتشوفي فلاح، ولا انت هتشوف فلاح في حياتك، ولا سعادة ولا توفيق ولا ثقة ولا قوة شخصية ولا هيبة ولا عزة من غير إقام الصلاة، والموضوع خلصان. عارف نقطة؟ عارف أنا بتكلم بثقة قوي لأني أنا عشت القرف كله وعشت الحلو كله. عارف لما كنا بناخد في اللغة العربية واحنا صغيرين التضاد يبرز المعنى ويوضحه، انا بقى ببرز لك المعنى واوضحه لان انا شفت الضنك كله ودقت الحلاوه كلها. فيا حبيبي لو ما صدقتنيش انا مش عارفه والله، يعني انا اخش جوه الفيديو طيب اجيبك واحده واحده وواحد واقول لك قيم الصلاه، لو اطول هعملها عشان فيها خير، فيها خير وسكينه وراحه ما لا يخطر لك على بال. انا كنت اسمع الكلام بتاع قرة عيني في الصلاه، ما عشان النبي بقى وكده، عشان الرسول صلى الله عليه وسلم بقى، دول في حته تانية خالص مش احنا. انا كنت بفكر دايما كده انه يا عم انتوا بتكلمونا عن الناس، ويقعدوا يكلمونا برضو الدعاء عن الناس اللي هو ومش عارف مين صابوا سهم فشاله وكمل صلاه. لا يا شيخ، كنت اقعد اقول كده
مش فاهمه، انا اللي ما كنتش فاهمه. كنت اشوف الموضوع ده يعني ايه الافواره دي، وايه الكلام، عايز بقى كلام روحاني جدا عشان يجذب انتباهي، وماشي انا اتاثرت شويه وخلاص، عملت ايه بيه؟ ما ولا حاجه. لما دقت الكلام ده فعلا يا بنتي، خصوصا قيام الليل. قيام الليل ده بقى هشرح لك دلوقتي. مش احنا قلت لك هنكلم ربنا، نخش الصلاه نكلم ربنا وكانه هو الطبيب النفسي بتاعنا اللي هيصلح كل ده. اعتبري ان قيام الليل دي الفيزيتا الفي اي بي. عارفه كده لما يبقى فيه فيزيتا في اي بي يخش يقعد بقى معاك كتير كده وانت وهو لوحده، ده الطبيب النفسي اللي انت مش هتروحي له تاني ان شاء الله. طبيبك النفسي هيبقى في الصلاه. هتشوفي يا رب يصدقوني، يا رب يصدقوني ويعملوا اللي انت عاوزه. يا رب مش عارفه اعمل ايه يعني. انا لو طول بقول لك، لو طول اخش اقول لك اعملي كذا واقعد معاكي كده كنت عملتها. بس يلا الحمد لله. انت عارفه ان برضه من الحاجات اللي الدكتور احمد عبد المنعم بيقولها، ان الداعيه ان شاء الله يعني ان شاء الله اكون داعيه في يوم من الايام يعني ان شاء الله. اديني بتعلم اني برضه فاصبر صبرا جميلا، تخيلي، ولكن او حاجه زي كده، ولكنكم تستعجلون. يعني برضو في حديث كده ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لواحد ان ما تقلق، كل حاجه جايه، بس ولكنكم تستعجلون. الداعيه برضو في الاول بيبقى عايز، ده لو هنسمي نفسي داعيه يعني، اني بيبقى عايز الناس تخش في الدين وعايز الناس وحريص عليهم وكده، لكن ايه اللي يضبط برضو مشاعري دي؟ الصلاه. يعني حتى لو ما لقيتش ناس بتيجي وما لقيتش ناس وابقى اقول يا ربي نفسي يسمعوا كلام، نفسي يعملوا، نفسي اشوف الثمره دي. مين اللي يظبط المشاعر دي ان انا هموت والحاجه تحصل على طول؟ الصلاه برضو، لان خلق الانسان هلوعا، عايز الحاجه بسرعه، عايز الحاجه بسرعه، مستعجلين دايما، في عجله دايما. هي الوصف كلمه الهلع اني عايزين كل حاجه بسرعه، وعايزه، وانا لو ما بقى جعان عايزه اكل دلوقتي بسرعه والا هقع من طولي. يا يكلمني دلوقتي لا ننهي بقى العلاقه دي. كده الخفه، الهلع، الجزع، عدم الصبر، اللي الواحد مش تقيل كده. فاكره في فيديو بتاع التعلق لما بقول لك هتبقي تقيله كده؟ الصلاه. مش انت عايزه تقلي في العلاقات وعماله انت تجري ورا كل البنات وانت عماله تجري ورا كل الرجاله؟ كل ده يظبط بالصلاه. تخيلي باقام الصلاه، كل مره اغلط فيها واقول الصلاه يا رب تفكرني وتذكرني اقول اقام الصلاه مش الصلاه، لان احنا كلنا بنصلي، لكن اللي بيقيم الصلاه ده حاجه تانية خالص، حاجه تانية خالص بقى. ولو بتقيم الصلاه وما حصلش الكلام ده، ما حصلش شفاء ولسه في بلاوي، شك في نفسك وما تشكش في ربنا. عن تجربه، انا لما غلطت نفسي وشكيت في نفسي هنا فلحت، لان كنت دايما كل شويه انا شايفه انا اللي صح، وان ربنا بقى لا عنده في عندك، لا يا رب بقى انت شكلك كده مش شايف شغلك بقى. استغفر الله العظيم يا رب، انا بقول لك بالظبط انا كنت بعمل ايه. عشان لما بتشوفي قله الادب بتاعتي دي زمان تقتنعي ان اللي بتقول لك كده دلوقتي همها مصلحتك. انا ما بقولهاش عشان اجهر بالسوء، ربنا يعلم بنيتي يا بنتي. ابقى انا يعني انا اخش جهنم حتف ليه؟ انما انا بقول لك ده ليه؟ عشان شوفي قله الادب دي اللي كانت بتقول كده زمان، لا ده في تغيير فعلا عميق حصل جوه هنا، فاهمه؟ فتقتنعي عشان اجيب رجلك فتقيم الصلاه. عشانك انا مش هكسب حاجه ولا اخسر حاجه، بس فعلا انا هبقى في منتهى السعاده لما الاقي ناس فعلا تكتب لي مثلا ايوه انا اقمت الصلاه وحياتي اتغيرت. يا نهار ابيض، ده انا هبقى هنط من السعاده. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حاسس بينا، يعني كان حاسس بايه ناحيتنا. يعني لما انا يعني رملايه في كعب الجزمه اللي كان بيلبسها رسول الله، وحاسه كده ناحيتك هموت وتعمل ده، هموت وتعملي ده، امال هو كان حريص علينا ازاي؟ يعني صلي بقى عليه كتير حبيبتي حبيبي، صلي عليه كتير، الصلاة على النبي كتير والسلام على النبي كتير تخرجنا من الظلمات للنور. فتشوفي اللي انا بقولك عليه ده، انا شفت الكلام ده بكثرة الصلاة على النبي، والله شفت سعادة الدنيا والاخرة قسما بالله، يا رب يصدقوني.